السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتنا سبلاي تشين بالعربي. أنا خالد رمضان، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن السبلاي تشين بصورة عامة. يعني إيه سبلاي تشين؟ خلينا نقول إن السبلاي تشين هو مجموعة من الأنشطة اللي بيقوم بيها عدد من الإدارات عشان تبقى مسؤولة عن أو وظيفتها الرئيسية هي استلام الكاستمر أوردر أو السيلز أوردر أو طلب الشراء من العميل ولحد ما المنتج يوصل للعميل. طبعًا دي بييجي جواها كل الأقسام والإدارات اللي في الsupply chain، واللي هي التخطيط والمشتريات والlogistics والمخازن، بمعنى إن لو أنا هاتكلم على منتج بسيط جدًا زي إزازة المَيّة، إيه هو الsupply chain بتاع إزازة المَيّة كفكرة عامة؟ طيب أنا عشان أشتغل على إزازة مَيّة أو عشان أنتج إزازة مَيّة أنا محتاج إيه؟ أنا محتاج أعرف أول حاجة الcustomer order أو الsales order ده جاي لي بكمية قد إيه وتاريخ قد إيه، دول بالنسبة لي أهم حاجتين. طيب أنا خلاص أنا عرفت إن أنا المفروض الsales order ده جاي لي إن أنا أورده الشهر الجاي وجاي ب1000 إزازة مَيّة. الخطوة اللي بعد كده إن الcustomer order ده أو الsales order ده أو طلب الشرا ده بيروح لإدارة الsupply chain. فإدارة الsupply chain بتاخد الcustomer order ده وتبتدي إن هي توزّع المهام اللي هتحصل أو الأنشطة اللي هتحصل على باقي الإدارات. يعني أنا عايز أنتج 1000 إزازة مَيّة، فهاروح للمشتريات، هاقول للمشتريات والله أنا محتاج أشتري الخامات أو المكونات الخاصة ب1000 إزازة مَيّة أو الcomponents الخاصة ب1000 إزازة مَيّة. هي إزازة المَيّة بتتكوّن من إيه؟ دي أول نقطة. إحنا في حاجة اسمها الbill of material أو الBOM، دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن كل منتج تام من المنتجات اللي أنا بانتجها مكوناته عبارة عن إيه. يعني أنا مثلًا عشان أنتج إزازة مَيّة، فأنا محتاج الإزازة نفسها، الغطا بتاع الإزازة، الlabel اللي بيتحط على الإزازة، الكرتونة اللي بيتعبى فيها الأزايز، وأخيرًا كمية المَيّة اللي بتتحط جوّه الإزازة. طبعًا كل حاجة من دي بيبقى ليها نسب، أو حاجة اسمها quantity per assembly. أنا برضه ممكن أعرض على حضراتكم sheet excel كده فيه bill of material مبسطة عن إزازة المَيّة، وإن شاء الله بعد كده هناخدها بتعمق أكتر. طيب خلاص أنا عارف أنا هاشتري إيه. تبدأ إدارة المشتريات بإن هي تخاطب الموردين وتبعت لهم الpurchase orders أو أوامر الشرا الخاصة بمكونات ال1000 إزازة دول، و بيبتدي بعد كده الموردين أو الsuppliers يردوا عليهم ويقولوا لهم والله إحنا عندنا أو الorder confirmation بتاعنا أهو بيقول إن الحاجة دي هتبقى جاهزة في التواريخ الفلانية. الخطوة اللي بعد كده إن إدارة المشتريات هتنسق مع إدارة الlogistics، اللي هو يا جماعة إحنا عندنا 4 موردين محتاجين نجيب منهم الخامات بتاعتنا. ال4 موردين دول في 2 منهم في البلد اللي المصنع فيها و2 في بلد تانية، فكده إحنا محتاجين إن إحنا نعمل inbound logistics لل2 اللي في البلد وال2 اللي برّه، ال2 الlocal suppliers أو الموردين المحليين و2 من الforeign suppliers أو الموردين الخارجيين، يعني هنعمل لهم استيراد. طيب دلوقتي إدارة المشتريات خلاص بعتت أوامر التوريد وخدت الorder confirmation من الموردين، هييجي الدور بعد كده على إدارة الlogistics وإن هي تجيب الخامات أو تجيب المكونات دي من عند الموردين للمصنع. طبعًا في اتفاقيات بتربط التوريد أو الlogistics من الموردين المصنع، وهي اسمها الincoterms. إن شاء الله هنشرحها بعد كده بالتفصيل في حلقة تانية. آآ فهيبتدي بعد كده الlogistics إن هو يجيب المكونات والخامات دي من عند الموردين ويبتدي إن هو يوصّلهم للمصنع. هيوصلوا للمصنع، هتبتدي إدارة المخازن إن هي تستلم المكونات دي أو الخامات دي وتبتدي إن هي تخزّنها طبقًا للstorage conditions أو شروط التخزين المُتّفق عليها أو المُتعارف عليها لتخزين المكونات والخامات دي. هنتنقل بعد كده للخطوة اللي بعديها وهي التخطيط. هتبتدي إدارة التخطيط إن هي تتواصل مع الproduction، مع إدارة الإنتاج أو مع الproduction، بحيث إن إحنا نبتدي ننزّل shop order أو نبتدي إن إحنا ننزّل أمر تشغيل للإنتاج بال1000 إزازة دي. فبناءً على الcapacity اللي موجودة أو القدرة الإنتاجية لإدارة الإنتاج، هنعرف والله إحنا ال1000 إزازة دي هياخدوا معانا يوم، هياخدوا معانا يومين، هياخدوا معانا 10 أيام. بناءً على عدد الأيام دي وبناءً على التاريخ اللي أنا محتاج فيه إن الأوردر يبقى جاهز، هنبتدي إن إحنا ناخد الخطوة اللي بعدها، وإن الshop order ده أو أمر التشغيل ينزل يروح لإدارة الإنتاج عشان يبدأوا تشغيل. دلوقتي خلاص إدارة الإنتاج هتبتدي إنتاج، المخزن هيصرف لهم الخامات والمكونات دي بناءً على أمر التشغيل اللي رايح لهم. هتبدأ إدارة الإنتاج تاخد المكونات دي كلها وتبتدي إن هي تصنّع ال1000 إزازة. خلّصوا تصنيع، هيبدأوا إن هم يسلّموا تاني للمخزن ال1000 إزازة كمنتج تام.
المخزن هياخد ال1000 ازازه دول اللي هم المنتج التام ويتحطوا في مخزن تاني اسمه مخزن المنتج التام، ويبتدي ان هو يبلغ اداره التخطيط واداره اللوجيستكس يا جماعه احنا عندنا ال1000 ازازه دول خلصوا واتسلموا وجاهزين. هيبدا اللوجيستكس انه ياخد النكست ستيب واللي هي الاوت باوند لوجيستكس، اللي هو انا محتاج اشحن بقى المنتج التام ده او الفينيشد جودز دي للعميل. فهيبتدي ان هو يتواصل مع السيلز او مع الكاستمر سيرفيس عشان يعرف منهم الكونتاكت انفورميشن او عشان يعرف منهم مكان العميل ده فين بالظبط. فهيبتدي بعد كده ان هو يشحن المنتج التام ده للعميل، وبكده تبقى خلصت الدوره بتاعه السبلاي تشين. دي ببساطه هي كل الانشطه الخاصه بالسبلاي تشين. اتمنى يكون فيديو مش طويل على حضراتكم، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هنتكلم بتفصيل اكتر عن البروكيورمنت او المشتريات، عن البلاننج او التخطيط، عن اللوجيستكس، عن الوير هاوسنج او المخازن، ودور كل اداره منهم بيبقى ايه جوه النشاط ده. شكرا لحضراتكم واشوفكم الفيديو اللي جاي.